انا عندي هنا يا جماعه فرخه. هضيف لها دلوقتي بعد ما غسلتها ونضفتها طبعا. هضيف لها محلول عاملاه بليمون وتوم وميه اهو، وهقعدها فيه كده اهو. شايفين التوم اهو، هقعدها فيه ساعتين، وبعد الساعتين بقى هبتدي اعمل لها الخلطه واشتغل معاكم فيها. كده انا هبتدي اعمل الخلطه. انا حطيت هنا 4 طماطمات مقطعين وبصلايه واحده بس مقطعه. ودلوقتي طبعا هحط فلفل اسود اهو، يعني الفلفل الاسود كده ايه، معلقه مثلا اهو، معلقه ونص من الفلفل الاسود، و3 معالق صغيرين ملح ابيض. تمام. وهو دي البهارات بتاعت النهارده. انا اكتفيت بس بالفلفل الاسود والملح الابيض. والفرخه طبعا سبتها انا ساعتين زي ما انا قلت في التلاجة في المنقوع بتاع التوم والميه بس، ما حطيتش اي حاجه غير توم وميه. سبتها ساعتين كاملين وطلعتها من التلاجة عشان ابتدي اشتغل فيها. هضرب دلوقتي الخليط بتاعي بتاع الخلطه، وهنبتدي نحطها في الفرخه وبعد كده نشوف هنعمل ايه. ضرب الخلطه طبعا. انا هنا يا جماعه خلاص كده خلصت الخلطه زي ما انتم شايفين كده اتضربت في الكبه. وعندي جوز الطيب مبشوره اهي، هضيفها عليهم كده اهو، عشان جوز الطيب بتعمل طعم جميل جدا في الفراخ المشويه. انا هشويها في الفرن على فكره، بسيطه، وصفه بسيطه خالص اهو. انا قلبتهم في بعضيهم طبعا، قلبتهم كلهم. وهبتدي الفرخه اهي معايا، ابتدي احط من جوه اهو، ابتدي احط من جوه اهو، ازقهم من جوه كده، ابتدي احط اهو وش اهو. طبعا انا هدعكها كلها وهوريكم. انا تبلتها طبعا كلها، وعلى فكرة حطيت تحت الجلد برضو اهو، حطيتها تحت الجلد برضو اهو تبين، ومن جوه، وحطيت من بره ومن تحت ومن كل جوانب الفرخة. وهدخلها على الشوي دلوقتي. على فكرة يا جماعة شوية المعلقة ونص جوز الطيب، بشرة جوز الطيب بتفرق جدا في الخلطة مع الفراخ المشوية. وهدخلها الفرن دلوقتي. انا النهاردة ان شاء الله هعمل لكم فراخ كنتاكي، بس بطريقة جديدة شوية. انا هنا عندي معلقتين ملح ابيض، وعندي معلقة ونص من جوز الطيب، ومعلقة من الكزبرة الناشفة، ومعلقة ونص من الفلفل الاسود، وبيضتين. وعندي هنا فرخة كاملة متقطعة. عندي هنا بقسماط مطحون طبعا اللي هستخدمه طبعا. وهو يا جماعة انا بحمر منهم طبعا، وبعد ما كنت معليه النار وطيت النار عليهم اهو زي ما انتم شايفين. بقوم بالتحمير الكنتاكي، لازم توطي عليه على فكرة وتغطي عليه عشان البخار هو اللي بيخلي الفراخ تستوي اهو يا جماعة البيضتين. وطبعا هنزل عليهم بالبهارات
اهو كلهم بالملح وكل حاجة. وطبعا بعد ما هضربهم كويس اوي هحطهم في الفراخ وهنشوف مع بعض دلوقتي.